بصوا يا جماعه، هي دايما كده لما تيجي عندي تغسل المواعين زي ما انتم شايفين كده. دي بنتي دي ما تحبش تقعد. ربنا يخليك يا رب يا رب. مرات ابني يا بنتي، مش مرات اخوي. انت حبيبتي طول عمرك نضيفه وطول عمرك محترمه وطول عمرك مؤدبه. امك الاحترام اللي في الدنيا كله. كانت تقابل عيال كفر الشيخ ما شاء الله عليك. والمصحف رحاب كانت عايزه تروح ليه؟ انا عارفه والله، قلت لها وحياة رسول الله كانت رحاب عايزه تروح للحج. والله وهاني قال لها تعالي وانا هروح معاك. والله قالت اللي عايز يجي اشيله على راسي والله. والله قالت بس الواد هيدوخ حماتها. ربنا يهديه لها يا رب. يا رب اللهم امين. ويخليه لها ويبارك فيهم ولاد بطن يا رب. ويسعدهم بعيالهم. ولاد ام رحاب يا جماعه كانوا عندنا في الكليه بتاعتهم في كفر الشيخ، فكانوا بيجوا بقى عندي هناك، وكنت مخطوبه لخال رحاب، وكانت رحاب بتيجي الكليه عندنا في كفر الشيخ. بعد كده ولاء راحت هي عندنا، بقت تقعد بقى مع بسمه، بقت تيجي عندنا وتقعد عندنا. ايام الامتحانات كانت بتبات عنده. الله يستر همها ويشفيها لها ويزع عنها يا رب. الست الاميره المحترمه ام شيرين، وابوها امير الامر. ربنا يديله الصحه، ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. يا رب. اهو مسكوا بقى كده يا ام رحاب وريهم هم هندخلهم الفرن يا جماعه. اهو يا جماعه هنطلعهم لكم بقى نوريهم لكم لما يطلعوا بقى ان شاء الله. ماشي، دعواتكم عشان ام رحاب. اما الله يخليكم. يلا يا جماعه يا حبايب قلب شيرين. يلا هستنى بقى نطلعه وبعدين اوريه لكم تاني. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ازيكم حبايب قلبي؟ بسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. ليه يكبر بخاطركم جبر يتعجب له أهل السماء والأرض. ربنا يخليكم ليا، ربنا ما يكسر لكم خاطر ويصلح حالكم ويزيدكم ويصب عليكم الخير صبا صبا، ويبعد عنكم الشر واي حاجه وحشه يا رب. يستر عروضكم ويستركم كده يا رب دنيا واخره، ولا يحوجكم لحد. وكل متابعيني دعوتي دي من قلبي ليكم. ايه الشير؟ هو ليه الشير يعني انت بتقولي كده مع ان في مقدمه تانية في الفيديو. انا والله بتاسف بجد، دي كانت كماله الفيديو اللي فات يا جماعه، دي كانت كماله الفيديو اللي فات. طبعا انا نزلته، معلش انا اتلخبطت، انا فعلا كنت مظبطه كل حاجه، بس غصب عني ان انا حطيت حاجه مكان حاجه. يعني نزلت فيديو مكان المفروض ان هو يكون 14 دقيقه، نزلته اللي هو 11 دقيقه. فانا بعتذر جدا عن فيديو مرحب بتاع المره اللي فاتت اللي كنا عاملين في الحواوشي. ده الكماله بتاعته يا جماعه. طبعا كل جمهوري حافظ مشمش وعارف مشمش، وعارف ان شيرين بتغسل التلاجة جنب التلاجة، جنب بطبخ قاعد على رخامه جنب كده، وانا جنب البوتاجاز. والله قاعده في الصاله تلاقيه يجي يقعد جنبي. يعني بصوا عايزه اقول لكم يعني حيوان اهوت، والله بجد بيعبر عن وفائه وعن حبه سبحان الله. هتعملي ايه النهارده يا شيرين؟ فضلة خيركم كده نزلت بايه 4-5 حتت فراخ كده على عددنا. وقمت جايه حاطه عليها يعني قطع بصل كده. انا لما يا جماعه باجي اعمل البصل اخرطها في الاكل بيتبقى من تحت كده حته كده، والله ما بقيت ارميها البصل ب25 جنيه الكيلو. وعايزه اعرف كل متابعيني من 4 سنين على اليوتيوب، دي السنه الرابعه ليا يا جماعه، هتمها في شهر 12 اللي جاي. والله ثم والله اني دايما كنت واخده شعار عندي كده، لم النعمه النعمه تلمك. فاهمين ازاي؟ كنت بحافظ وما زال بحافظ وهفضل احافظ عمره كله، لاني ما احناش عارفين ربنا مخبي لنا ايه. ما جايز عشان انت بتحافظي على النعمه اللي بين ايديكي، فربنا يفضل ساترها معاكي ويرزقك دايما من واسع فضله. فانا دايما حاطه يعني في عيني الموضوع ده يا جماعه. فقلت بقى هعمل معاكم ايه؟ هعمل معاكم فاصوليا جايالي حمرة كده مستويه، يا دوبك المفروض ان انا احط عليها حبه شوربه مثلا واديها غلوتين وشكرا. فقلت لا، انا عايزه اخد عليها كده زي ما انا ما كنت بعمل لاي طبيخ.
طبعا حطيت على الفراخ الاول تتسلق طماطمايه، 4 فصوص حبهان، ورقه لوري، فلفل اسود، بواقي البصل اللي انا بقول لكم عليه ده كده. او بص، حتى بص شفت اللي بقى اللي فضلت مني وديتها فين، حطيتها في الحله طبعا. انا كده يا جماعه، يعني معلش محدش يستقل ولا حدش يقول لي طب يا ليه بتعمل كده قدام الكاميرا ولا ايه. لا يا جماعه، كلنا بنتعلم من بعض، ومش عيب ان انا اعلمكم حاجه حلوه وانتوا تعلموني برضو حاجه حلوه. كلنا يا جماعه اخوات في الله واخوات في الاسلام ويا بخت من اللي بيعلم حد حاجه حلوه في الزمن دلوقتي البصل ب25 جنيه. يعني دلوقتي البصل تعملي منها طبختين، اه محدش يضحك، البصل اعملي منها طبختين يا مدام. فحافظه عليه، حط البصل في عينيك. هيحرق عينيكي بس مش مشكله. فالمهم يا جماعه، جيت انا بقى هنا عملت ايه، نزلت بمعلقه دهنه ومعلقه سمنه، وحطيت بقى ايه البصله كده، كانت بصله متوسطه كده خرطتها، ونزلت كمان بفص توم كبير، فص توم كبير. لما البصله بقى لونها ذهبي، واول ما التوم ما ريحته ما طلعت، قمت نازله بالفاصوليا. هتشوفوا دلوقتي ايه يا شيرين اللي انت بتخرطيه ده. ما دي يا جماعه معلقه الدهنه اللي انا بقول لكم عليه، دي معلقه الدهنه اللي انا بقول لكم عليه عشان تدي طعم كده وتدي. عايزه اقول لكم الريحه بتاعت الدنيا كانت قلب البيت في طبيخ الفاصوليا. حتى على فكره انا اول مره اجرب الفاصوليا المعلبه دي، وهقول لكم حلوه وحشه تجربتي كانت معاها ايه. طب حلال فيها الفلوس ولا خساره فيها الفلوس ولا ايه؟ انا مش هكدب عليكم، هي كانت جايه لي والله من ضمن الهدايا اللي جاتني، وانا اول مره اجربها. كانت يا شيرين والله العظيم اول مره اجرب، لان انتوا عارفين الجو حر جدا، فاحنا كناش بنطيق طبيخ يعني. وانا اصلا عيلي بيحبوا طبيخ الكوسه والملوخيه والباميه، فاهمين؟ الكوسه ملوخيه وباميه، لا لهم بقى في اللوبيا ولا الفاصوليا ولا حاجات تانية. في الشتاء بيحبوا السبانخ في الشتاء، فاهمين ازاي؟ فقلت لهم طب واحنا هنفضل بقى حاطينها كده؟ لا، انا هجيبها كده واشوف عيالي هيعملوا ايه. هل يا شيرين اكتفيتي بالفاصوليا باللون ده كده؟ على فكره الفاصوليا مستويه، يعني هي يا دوبك تاخد غلوه وبس. لا طبعا، عملت ايه يا شيرين زي ما انتوا شايفين كده. جبت برضو كان فاضل صلصة عندي كده شوية في العلبة دي، وقمت جاية نازلة بيه عشان تحمرها اكتر، عشان لما ازود شوربة او ازود مية حتى تطلع طعمها ايه، تطلع حلوة، طعمها حلو ولونها في نفس الوقت احمر. طب يا شيرين ايه رأيك في طعمها؟ تحفة. اقسمت بعزة جلالة الله الفاصوليا كأنك انتي مش معلبة، كأنك انتي اللي نقعتيها وسلقتيها وفرستيها. لا كانت جميلة بأمان، كانت جميلة كانت جميلة كانت جميلة. طبعا انا بوريكم هنا الفراخ هتغلى اهيت خلاص، وبوريكم هنا الفاصوليا، والحله اللي محطوطه على جنب اللي هناك دي الحله يا جماعه اللي انا هعمل فيها رز. بس انا محضره حاجتي كلها عشان ما اقعدش قدامكم بقى الف وادور وادور والكلام ده كله، ببقى محضره حاجتي كلها. في اول فيديو وريتكم الحله السمراء دي، وريتكم فيها علامات كده. يا جماعه هي مع الزمن، انا بقالي 18 سنه متجوزه، فهي مع الزمن بتعمل كده.